السلام عليكم الغزالات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وفي صحه مزيانه، وانتم كتشوفوا فيديو جديد في القناه ديالي. اليوم البنات ان شاء الله غادا نحضر معكم الفقاس في الطرب الكهربائي بطريقه اللي هي سهله، بمكونات اللي هي اقتصاديه، وبطبيعه الحال مع جميع النصائح باش يصدق لك الفقاس ديالك زوين ويجي طايب مزيان ومقرمش. نبداو المقادير بلا ما نطول عليكم. غادي نحتاجوا 6 ديال البيضات، تقدروا تكتفيو بثلاثه ديال البيضات الا باغيين ديروا النص ديال هاد المكونات اللي غنعطيكم. غادي نحتاجوا الزلافه مع مراش ديال الزيت. اهم حاجه البنات انه في الزيت والسنيده ديروا نفس العبار، هذا هو المهم. يعني تقدروا تعبروا بالكاس ديال العنبه وتقدروا تعبروا بالزلافه، كذلك زلافه مع مراش ديال السنيده. تما البنات كيبانوا لكم شي نقاطي، راه هادوك غير الزنجلان اللي حمرتو هكا طاح ليا عليهم. غادي تحتاجوا واحد القبيصه ديال الملحه، كذلك واحد زليفه صغيره ديال الزنجلان غتحمروه شي شويه فوق البوطه، غير غتسخنوا غتصهدوه شي شويه فوق البوطه. من بعد ما كتكونوا نقيتوه مزيان عاد كتحمروه فوق البوطه. وكذلك غادي نحتاجوا لواحد الكاس ديال الحليب. بالنسبه للناس اللي كيعجبهم الفقاس مقرمش بزاف ديروا كاس ديال الحليب، وتقدروا ديروا غير نص كاس ديال الحليب وتكملوا بالمزهر. غادي نديروا كذلك معلقه ديال النافع اللي كتكون تنقات حتى هي مزيان، ودوزوها تصهدوها فوق البوطه. وبالنسبه للوز البنات تقدروا ديروا اللوز او تقدروا ديروا كاوكاو، فانا درتهم بجوج، يعني درت الفقاس ديال اللوز وكذلك درت ديال الكاوكاو كيف ما كتشوفوا كيف ما شفتوا معايا في الاول ديال الفيديو. بالنسبه للوز كنكب عليه الماء طايب وكنزيدوا واحد مقدار واحد 2 معالق ديال المزهر باش يتنسم لينا بداك المذاق ديال المزهر. بالنسبه للكميه راني درت غير كاس ديال العنبه. وكذلك غتحتاجوا 2 ديال البيكين باودر. من بعد ما عرفنا المقادير دابا غادي ندوزو لطريقه التحضير مع بعضياتنا. غادي نحتاجوا الطراب كهربائي مولينكس، غادي نديروا فيه 5 ديال البيضات. غادي نزيدوا عليهم سنيده كيف ما قلت لكم البنات، ديروا نفس المقياس في الزيت وفي السنيده، سواء عبرتوا بالكاس ديال العنبه سواء عبرتوا بالزلافه. وكذلك غادي نضيف عليهم الكاس ديال الحليب. بالنسبه للناس اللي كيعجبهم منسم بزاف بالمزهر ديروا نص كاس ديال الحليب وكملوه بالمزهر. وكذلك غادي نضيفوا الزيت وكذلك غادي نضيفوا الفاني. هادو غادي نميكسيوهم مزيان البنات، دوروهم مزيان في مولينكس. كتميكسيو هاد المكونات مزيان مع بعضياتهم، عاد كتكبوهم في شي زلافه. من الاحسن انها تكون زلافه كبيره البنات باش ما تعذبكمش ملي تكونوا كتجمعوا العجينه. غادي نضيفوا ليها الزنجلان اللي كنكونوا صهدناه وكذلك النافع. بالنسبه للخميره الحلويات البنات ضروري انكم تصفيوها، يعني تغربلوها، لان باش ما تبقاش لكم حريبلات هكذاك في العجينه. وكذلك غادي نضيفوا قبيصه ديال الملحه. كيف ما كتعرفوا البنات اي حاجه فيها يعني الطحين ضروري كيخصنا نزيدوا ديك القبيصه ديال الملحه باش كنعدلوا بها الذوق. وكيف ما كتشوفوا معايا صفيت معكم الخمارات. غادا نضيف اللوز وغادا نضيف واحد المعلقه كبيره ديال المزهر. غادا نبدا نضيف الدقيق تدريجيا، وانا كنجمع العجينه ديالي لانها ما خصهاش تجيني قاصحه. الا جاتكم قاصحه البنات بزاف غادي يجيكم الفقاس ديالكم ما زوينش، غادي يجي قاصح بزاف. والدقيق كذلك البنات ضروري خصو يتغربل، عاد انكم تعجنوه مع الفقاس ديالكم باش ما يجيكمش فيه دوك الكبيرات اللي كيكونوا صغيورين ديال الطحين. بالنسبه للكميه اللي هز ليا هذا الفقاس هذا كيلو قل ربع بالضبط البنات. هذا هو المقدار اللي هز ليا، يقدر يهز لكم كيلو كامل او قل، لانه كيبقى عاوتاني كل دقيق على حسب هي الكميه اللي هز ليا بالضبط. عاوتاني يقدر يهز لكم كيلو كامل او قل من الكميه اللي عطيتكم على حسب الدقيق اللي خدمتوا به. ومن الاحسن انكم في الفقاس تخدموا بالدقيق العادي، يعني ماشي الدقيق ديال الحلويات. كيف ما كتشوفوا العجينه كيخصها تجي رطبه، راني قربت لكم الفيديو باش تشوفوا العجينه ديال الفقاس ما كيخصهاش تجي قاصحه نهائيا. دابا غادا نقسم العجينه ديالي الربعه ديال الكرات كيف ما غادي تشوفوا معايا في الفيديو. من بعد ما غادا نطلق العجينه سمحوا لي، من بعد ما غادا نقطع العجينه ديالي على 4 ديال الكويرات كيف ما كتشوفوا يكونوا متساويين، ما غنخليوهم يرتاحوا ما حتى شي حاجه. غادي نطلقوهم في نفس يعني في نفس الوقت، ما غنخليوهم يرتاحوا لا والو. كيف ما كتشوفوا معايا الطريقه كيفاش كنطلقهم.
كنبقى ندوّر فيهم البنات حتى كيعطيوني نفس الحجم، يعني ماشي كنخلي العجينة مجموعة الوسط والجهة الأخرى رقيقة والجهة الأخرى غليظة، لأ كيخصها تجيكم كاملة في نفس في نفس العبار. وإلا كان كيلصق ليكم السطح اللي نتوما كتخدموا عليه، ما كاين باس دهنوه بشي شوية ديال الزبدة باش ما تبقاش العجينة تلصق ليكم. غادا نكمل نطلق الكريات كاملين اللي عندي بهاد الطريقة هادي، وقبل ما نحطهم في الطاوة اللي غادا ندخلها للفران غادا ندهنها مزيان بالزيت. كيف ما كتشوفوا معايا البنات الكريات اللي طلقناهم جاو على هذا الشكل هذا، ضروري لاطه تدهنوها بالزيت او تفرشوا فيها ورق الزبده، لانه الفقاس الا كان لاصق لكم في الطاوه مشكل، يعني ما غاديينش تهزوه بسهوله وغادي يخسر لكم الشكل ديالو. دابا غادي ندوزو للتزيين ديالو قبل ما ندخلوه للفران. درت تقريبا هنايا نص كاس ما كاملش ديال الماء زائد 2 معالق صغارين ديال قهوه سريعه الذوبان. كندهنهم مزيان البنات من الجوانب باش ما تجيكمش بلاصه بيضاء بلاصه ملونه. حاولوا انكم تدهنوهم مزيان مزيان عاد تدخلوهم الفران. وبالنسبه تقدروا ديروا دهنوهم مزيان مزيان البنات من الجوانب باش ما يجيكمش بلاصه بيضاء بلاصه شاده اللون بلاصه ذهبيه وبلاصه هذا ما كيجيش اللوين ديالو زوين. من الاحسن انكم دهنوه مزيان مزيان. عاد غادي ندخلوه للفران اولا تقدروا ديروا صفر بيضه مع 2 معالق من قهوه سريعه الذوبان ودهنوهم. ولكن بالنسبه للبنات اللي كيتشقق ليهم الفقاس ديالهم من الفوق، ما نصحكمش انكم ديروا البيض، يعني اكتفيوا بالماء وقهوه سريعه الذوبان راها كافيه وكتعطي البيان اللي هو زوين. نكملهم كاملين بنفس الطريقه. كتشدوا واحد الفرشيطه وكتبداو هكذايا ديروا خطوط بهذه الطريقه ولا تزينوا بالطريقه اللي بغيتو. كاينين بزاف ديال الاشكال، ولكن هكايا يعني حاجه اللي هي سريعه وكذلك كتعطي منظر اللي هو زوين. بالنسبه للفران البنات كيخصكم ضروري ديروا عافيه اللي هي مهيله، وما تحطوش الطاوه نيشان فوق هاد السطح هذا اللي كيكون فوق العافيه. حطوها في الطاجه الاخرى اللي كتكون فوق منها باش الفقاس ديالكم يطيب على خاطرو ويطيب من الداخل، وما يجيكمش يعني محمر من على برا ومن الداخل ما طايبش. بالنسبه للوقت اللي كيشدو في الطياب على حسب الفران، يعني على حسب كل فرانو، من ما بين 45 دقيقه حتى ل 60 دقيقه. عاد كنهبطوه لتحت باش يتحمر من الفوق. من بعد ما كينشف لينا الفقاس ديالنا مزيان في الفران، عاد كنخرجوه وكنغطيوه بواحد الفوطه او بواحد المنديل اللي كنكونوا فزقناه بالماء بارد وكنكونوا عصرناه مزيان وهو باقي سخون البنات. كنغطيوه بهذا المنديل هذا وكنزيدوا عليه بلاستيكه من الفوق باش العرق ديالو يرجع عليه، باش يجينا ساهل ورطب ملي نكونوا كنقطعوه وما يتشققش لينا. غادي نخليوه ليله كامله وغادي نرجعوا مع بعضياتنا باش نقطعوا الفقاس ديالنا. كيف ما كتشوفوا معايا الفقاس ديالنا كيكون هكذايا مذهب من الفوق ومن التحت كذلك. دابا غادي ندوزو البنات للطريقه ديال التقطاع ديالو. حاولوا البنات باش ما يعذبكمش انكم تخدموا بشي موس اللي هو ماضي، شي موس يكون ماضي ولا مضيوه مزيان عاد خدموا به. يا اما كتقطعوا الفقاس ديالكم على هاد الطريقه هذه اللي غادي نشوفوها. اول حاجه بعدا كنحيدوا هاد الجوانب هادو، يا اما كنقطعوه مايل على هاد الطريقه هذه كما كتشوفوا الشكل ديالو. فانا خدمت بموس شي شويه ما ماضيش عذبني صراحه في التقطاع. ولا كتقطعوه على هاد الطريقه هذه اللي كتكون نيشان كيجيو كاملين يعني كيجيو بهاد الطريقه هذه. بالنسبه الى بغيتو شي شويه كبير راكم كتقطعوه مايل.
غنكمل تقطاع ديالو البنات بنفس الطريقه، تنكملهم كاملين، عاد غادا نستفهم في الطاوه ديال الفران. تقدروا تقطعوهم كاملين وتخليوهم هكا فوق البوطاجي الا كان عندكم الفران صغير. فيما طيبوا طاوه خرجوها وغتجيكم بسهوله انكم تعاودوا تعمروها. بالنسبه للفران البنات، هاد المره هادي العافيه ما غاداش تكون من التحت، من التحت ديال الطاوه، لا كيخص العافيه تجي من الفوق كيف ما غتشوفوا معايا في الفيديو. على هاد الطريقه هذه. والعافيه البنات تكون مهيله باش ما يتخطفش لكم الفقاس ديالكم ويتحرق، ردوا معاه البال. وفيما تحمر لكم شي وحده قلبوها الجهه الاخرى باش تحمر من الجهتين. ما كياخدش معنا الوقت بزاف. دابا غادي ندوزو باش نشوفوا الشكل النهائي ديالو. كنتمنى البنات يكون هذا الفيديو هذا عجبكم وتكونوا استفدتوا منه ويكون خفيف ظريف على قلبكم. وما تنساوش البنات اللي اول مره كيشوفوا القناه ديالي انهم يضغطوا على زر الاشتراك ويضغطوا على اللايك باش هكا الفيديو ديالنا يطلعوا ويشوفوه بزاف ديال الناس. وخليو لي شي كومونتير زوين. وبسلامه عليكم حتى الفيديو جديد ان شاء الله.